السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر الله وصلي على سيدنا رسول الله عليه السلام. يعني في حتة بريك كده وسط الشغل، فقلت احكي لكم في حكاية خفيفة طريفة. يا رب تكون وسط الفيديوهات اللي بنعملها تكون حاجة سنة خفيفة كده. فهو انا استفزني اصلا الموضوع. انا يوم ما اعمل فيديو على حاجة تستفزني كده. فبعد رمضان، الموضوع متأخر شوية، بعد رمضان اتفرجت على عتاولة. لما انا بالليل لما اروح زي كده مع اتفرج لي على مسلسل بعد برنامج. يعني المهم تبعت العتاولة طال عمرك. قال المسلسل الاول حلو خالص، ويعني بشر انه الموضوع هيكون فيه موسيقى، فيه تسلية، خصوصا احنا في الغربة كده، يعني محتاج الواحد حاجة تسليه بالليل، ما تاخذوناش. فانا لما اتفرج على مسلسل جميل وجميل كله بما فيه ما عدا احمد السقا. يعني احمد السقا طلع من سباق الجمال بتاع التمثيل والسياق الدرامي، واصلا انا حاسس انه دور احمد السقا كان ملوش لازمه خالص. يعني لو قالوا لي اعمل احداث للفكره بتاعتهم دي بتاعت التمثال، واحد سرق من واحد خد الجماعه اللي سرقوا سرقه دي، وكان يمشي بها خضر عادي اللي هو محمد لطفي، طارق لطفي، فكان يمشي هو والعيال اللي معاه يمشي وحديها زي كده، وكان مشت الدراما بعيد عن دور احمد السقا ومرته وكله ديت، كان ماشي الحال. لما تيجي خلينا كده، هسيبك من الحلقات العشرين الاولانيه دول كانوا تمام وزي الفل، اذا استثنينا منهم حاجات احمد السقا، لانه لا تمثيل شغال ولا اي حاجه بطاطس خالص في المسلسل. وانا يعني انصح انه يراجع نفسه شوي، لانه احمد السقا ما يمثل احمد السقا، يعني هو ما يمثل دور احمد السقا، مش دور اللي هو اسمه ايه، كان اسمه ايه في المسلسل، نسيت اسمه. كان خضر وصقر والله نسيت اسمه. وانا من كتر ما ان انا المسلسل ما المهم، تخش من الحلقة العشرين للحلقة الثلاثين كانوا يتعملوا في حلقة واحدة. يعني كان ممكن المسلسل ده 20 حلقة كان يبقى زي الفل، لكن هم في يا راجل في العشر حلقات دول كل واحد من الجماعة اللي هم في المسلسل ما يحكي قصة حياته، ما يحكي قصة حياته كله، واحنا نقعد مستنيين. طب ما احنا شفناها، يا ما احنا معصرين المسلسل، ما تحكوهن ليه انتوا كل واحد على حدي وكل واحد يحكي لنا معاناة؟ ما فيش. المهم تخش على الحلقة الأخيرة اللي هي استفزتني. هم اعتبر العشر حلقات دول الحلقة الأخيرة، العشر حلقات بتوع الحلقة الأخيرة اللي الشغل كله يا أخي أنتوا كان بعتوا لي أنا كان كتبت لكم نهاية وحلقة أخيرة أحسن من كده. يعني السترة الولية ماتت شفناهاش، بعد ما عذبت وعملت وسرقت ما شفناهاش. قصة الذهب اللي كانت واخداه وحطاه في المقابر. ليه في المقابر ورا ما مش عارف أنا. ما ممكن تروح تفتح حساب في البنك وتحط أو ممكن ناس تحفر لها حفرة في البيت وتحطهم فيه. ما هي قاعدة 24 ساعة على السكورتي، هتروح توديهم في المقابر ليه؟ واخترعوا قصة ان المقابر رايحين يهدوها، فراحت هي قال شلت الذهبات، فشافها عاطف المال الحلال اهو، وكان احلى واحد على فكرة في المسلسل. فتوقعنا انه هيكون في شغل على القصه دي بين عاطف والسبتي والذهبات. ما فيش الكلام ده كله. هو بس شافهم كده وما عملش اي حاجه، وفي الاخر خدهم احمد السقا وراح سلمهم قال. فانت لما تيجي واحد زي الوزاني لما انت تيجي تعمل له نهايه مات في حادثه عربيه، ما ده انا ممكن اموت في حادثه عربيه، يعني اي حد صالح ممكن يموت في حادثه عربيه. التشفي اللي انا شفته ك 30 حلقه ان انا عاوز اتشفى فيه. بعدين انت بعد السرقات دي كلها يا احمد السقا في الاخر انت تعمل لي مطعم وتبقى خلاص كده انت سلمت الحاجات كده وخلاص، احنا انتقمنا منك في الشر اللي انت عملته. امك والبت التخينه دي الخدامه اللي معاها اللي هي ما عرفش اصلا صلتها ايه بيكم في المسلسل، اللي هي شنقت الواد زي كده برضه ما حصلهاش اي حاجه. مرات احمد السقا ده اللي الزينه دي برضه بعد ما سرقت معاه وموت، كانت السبب في موت جوز امها، برضه في الاخر ما فيش اي جزاء. تقعدوا كلكم على الترابيزه في اخر حلقه، هي اخر الحلقه النهايه بتاعتكم انكم تقعدوا تفتحوا لي مطعم وتاكلوا كلكم الشر كله. يا راجل المسلسل كله ما فيهوش حد خير، اختكم طلعت متزوجه اثنين، يعني المسلسل كله ما فيهوش اي حد خير. فوزي كانه ده ولا اسمه مين ده اللي كان يحب البت اللي بامكانيات دي. العلاقه كلها المسلسل، وفي الاخر كله في الاخر برضه ما فيش اي حاجه. وخضر والبت اللي كانوا ماشيين مع بعض في الحرام ده كله، المسلسل كله ما فيش اي جزاء،
كله في الاخر طلع ان هو في الاخر احنا تعشيني وقعدنا على الطاوله وهي دي نهايه المسلسل. ليه يعني مش عارف انا بتوع الدراما دي كانت تنفع في السبعينات، كانت تنفع في الستينات ولا الثمانينات ماشي كمسلسل. انت تجيب من الحلقه 10 زي كده ال20، والله يمكن من قبل ال20، وانت تقول لي في كلام هايف. وعم خميس اللي هو مخبي على ولده ان هو ولده. ما ايه الدراما ايه القصص المتعاده دي؟ يعني لما يقول له انت ولد، ايه المشكله في وحده جريجيه مشهد، وهو ايه المشكله ان هي تبقى انت وابوه من الاول يعني بدل العك ده كله وبعدين انت ولدك يطلع مش ولدك ومي مي 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 سليم دي يا اخوانا، مي كساب ما تنفعش في الدور دي بريئه. يعني مي كساب دي احنا متعودين عليها انها بريئه ومتعودين عليها انها تخينه. ازاي بيجي رفيعه؟ احنا مش هي مي كساب دي اللي شغاله معانا، ما لقاش في دور الشر. المهم ان هو في الاخر الوحيدين اللي يتعاقبوا مي كساب واسمه مين ده الوزاني اللي هو باسم سمره بس. يا اخوانا بصراحه يعني احنا يعني احنا مع عدم حبنا لمحمد رمضان واللي بيعمله محمد رمضان والحاجات اللي بيعملها بره الدراما. ها، وافتح المكيف عشان سخنت سمع طلع صوت. وقلنا المسلسل ديت هيعوض غيابه انه هو هيضرب واحنا نتشبثوا في المسلسل ده، وهو مسلسل اهو حلو ولم الناس حواليه. في الاخر انتوا تعملوا كده؟ لا، مسلسلات محمد رمضان مع محمد سامي بصراحه ما يكون فيها تشويق ودراما ونهايه غير متوقعه. وبعدين مي كساب دي المسلسل اللي فات في جعفر العمدي برضه ولدها اتخذ منيها وهي صغير وهو صغير وما عرفوش فين وجمعته في اخر المسلسل. قصه متعاده بينك يا مي كساب، انت ما تعيدي نفسك ولا هو نفس القصه. انت ولدتي وولدك اتبدل وقعدت تدوري عليه المسلسل كله وفي الاخر لقيتيه. يعني استفزني المسلسل بصراحه، استفزني المسلسل مع اني انا كنت عاجبني متحمس ليه. اول 15 16 17 حلقه متحمس ليه، رغم انه برضه فيها مط وتطويل شويه ما عدا زي ما كرر ما عدا مشاهد احمد السقا وزينه والكلام ده شيلوهم من المسلسل كله واظبط لكم انا النهايه. والله كان هيبقى مسلسل تاريخي، كان هيبقى مسلسل تاريخي ويتعمل له جزئين ثلاثه لقدام. لكن ده قال ما يقول لك تعملوا جزء ثاني على اي اساس؟ ايه اللي انت عملته يعني انت مش عارف. انا عاوز حتى انهي الفيديو بتاعي ده بنهايه عشان المسلسل ده نهايته تعبانه مش عارف انهيه. وجاب واحده قال فقدت الذاكره. طب ما فقدت الذاكره ايه؟ حاجات في الكرتون تمشي يعني. حاجات انا عبد الله والدي لو طلع عمل كتب في مسلسل كان هيبقى بالفكره اللي انتوا عملتوها دي كانت حلوه، كانت هتبقى احلى من كده. بس اقفلوا الفيديو اروح اصلي.